اللقطات اللي قدامك دي بتوثق واحد من أضخم وأغرب الانفجارات الغامضة اللي حصلت في التاريخ. انفجار غريب حصل بدون أي آثار واضحة لسبب الانفجار ده، وما سابش وراه أي أدلة عليه غير إنه خلى أكتر من 70 مليون شجرة موجودة حواليه يتكسروا بالمنظر الغريب اللي انت شايفه قدامك ده. وعلى عكس باقي المواضيع اللي بتكلم عنها في القناة واللي 99% منها تعتبر مواضيع خيالية، فأنا المرة دي هكلمك عن حدث غريب حصل فعلا، وهو انفجار تونجاسكا. وطبعا دي سلسلة جديدة في القناة هتنزل على بيج الفيسبوك الأول وبعد كده تنزل على اليوتيوب بعدها، فلو لسه ما عملتش فولو وسبسكرايب أتمنى تعمل فولو وسبسكرايب، عشان برضو ضيف الشرف بتاع الفيديو النهارده هو كوباية الشاي اللي دايما بتبقى موجودة في الفيديوهات اللي فاتت دي كلها بس ما بتطلعش، فقلت اما اطلعها في الفيديو بتاع النهارده بان دي سلسلة جديدة، فقلت يعني ليه لأ. المهم عشان نفهم ايه اللي حصل بالظبط في الموضوع ده لازم دلوقتي احكي لك الاحداث من البداية خالص. في يوم عادي جدا من ايام سنة 1908 في منطقة موجودة في روسيا اسمها فانيفارا، اهل المنطقة دي لاحظوا ان في شعاع متوهج من النار كان ظاهر في السماء على مسافة مش بعيدة منهم، وفجأة لقوا ان في موجة هواء سخن قوية جدا ضربتهم ووقعتهم على الارض وكسرت الشبابيك والابواب بتاعتهم، والارض بدأت تتهز بطريقة غريبة. ما كانش حد فاهم في ايه ولا ايه مصدر القوة دي اللي تسببت في انهم يقعوا من مكانهم وشبابيكهم تتكسر بالمنظر الغريب ده. ومش كده وبس، ده انا عايز اقول لك ان مراصد الزلازل اللي كانت موجودة في الوقت ده استقبلت قرايات عن زلزال بقوة 5 ريختر، رغم ان المراصد وقتها كانت بعيدة جدا عن المكان ده وكمان كانت اقل تطورا من دلوقتي. ولما اتحققوا اكتر من مصدر الزلزال ده لقوا ان الزلزال ده مش طبيعي تماما، بحيث ان الاهتزازات دي ما كانتش جايه من بطن الارض زي اي زلزال طبيعي، انما دي كانت اهتزازة جاية من فوق سطح الارض، وكأن في قنبلة نووية خارقة انفجرت في المكان ده. ولما درسوا مصدر الاهتزازات دي لقوها جاية من غابات موجودة في سيبيريا، وبالتحديد جاية من منطقة بتتسمى بتونجاسكا. وهنا الموضوع بدأ يبقى أغرب من الأول. خليني أوضح لك الموضوع أكتر من كده. المنطقة دي تعتبر من المناطق المعزولة النائية اللي ما كانش فيها ناس عايشين فيها بكثرة، وتعتبر بعيدة جدا عن أي منطقة سكنية، وبالتالي تعتبر مكان مناسب جدا لتطبيق أي تجارب على القنابل أو المشاريع السرية مثلا. ومن ساعتها الناس كلها بدأت ترمي الشكوك على إن السبب في اللي حصل ده يمكن يكون انفجار عن قصد حصل في المنطقة دي، بما إنها منطقة كانت معزولة وبعيدة جدا عنهم. بس بجانب كل ده عايز أقولك إن الموضوع ما انتهاش لحد كده، بحيث ان بعد يومين من الحدث الغريب اللي حصل ده السماء حرفيا كانت تعتبر منورة في الليل، لدرجة ان الناس اللي كانوا عايشين في بريطانيا واوروبا كانوا بيقولوا انهم وقتها كانوا قادرين انهم يقروا الجرايد في الليل عادي جدا بسبب الانارة اللي كانت موجودة في السماء وقتها، رغم ان ما كانش في قمر ظاهر في الليالي دي. وده كان حاصل بسبب ذرات الغبار اللي خرجت من الانفجار ده وانتشرت في الغلاف الجوي. وبسبب المنظر الغريب اللي شافوه ده فهم بدأوا يخترعوا فرضيات اكتر عن ايه سبب الانفجار ده. في البداية قالوا يمكن يكون نيزك ضخم وقع على الارض وتسبب في الانفجار المهول ده، ومنهم اللي قال ان المتسبب في الانفجار ده هو العالم تسلا. بس استنى، مين تسلا ده؟ وليه اصلا شكوا في العالم ده بالذات؟ تعال اما اعرفك. باختصار شديد جدا، تسلا ده يعتبر واحد من علماء الكهرباء والميكانيكا، مهندس يعني، كان يعتبر معروف جدا ومشهور في الوقت ده. والاغرب من كده ان الناس كانت بتسمع انه بيجهز مشروع سري لاختراع جهاز غريب اتسمى بعدين بشعاع الموت. الاختراع اللي كان بيتكلم عليه ده كان قادر انه يبيد مدينة كاملة بكل سهولة، وبسبب الكلام اللي اتقال عليه ده فالناس حرفيا لزقوا التهمة فيه وقالوا ان المتسبب في الانفجار ده هو تسلا ذات نفسه، وانه كان بيجرب المشروع السري بتاعه ده في منطقة معزولة، وان التجربة فشلت منه والشعاع اتجمع في منطقة واحدة وانفجر وتسبب في الانفجار الغريب اللي اتكلمنا عنه من شوية ده. وهنا ممكن تسألني سؤال مهم، وهو هما الناس ليه ما راحوش او عملوا بعثات للمنطقة اللي حصل فيها الانفجار ده بدل قعدة المصطبة اللي اتعملت دي والشكوك اللي اتبنت على الجهل التام دي؟ الإجابة سهلة وبسيطة. في سنة 1908 روسيا ما كانش عندها القدرة ولا الإمكانيات ولا الوقت ان حد يروح لمكان زي ده، ما كانوش اصلا حاطين الموضوع ده كأولوية بالنسبة لهم بسبب انشغالهم في الوقت ده بحاجة تانية أهم. وبسبب كده الموضوع ده فضل على دكة الاحتياط سنة ورا التانية ورا التالتة لحد ما عدى حوالي 19 سنة بحالها. هنا الشجاعة بقى حضرت والإمكانيات برضو اتطورت، واتعملت أول بعثة لاستكشاف المنطقة اللي حصل فيها الانفجار الغامض ده بعد حوالي 19 سنة من حدوثه. البعثة دي كانت بقيادة خبير في المعادن والأحجار النيزكية واللي كان اسمه ليونيد كوليك. وبعد ما وصلوا هناك اتصدموا كلهم بأن في جزء ضخم جدا من الغابة بما يعادل حوالي 80 مليون شجرة كانت متفحمة ومتكسرين بالمنظر المرعب ده، وكأنهم عيدان كبريت اتحرقت واتكسرت مكانها. ما كانوش مستوعبين ايه المنظر ده ولا ايه القوة دي اللي تسببت في إبادة كمية الأشجار دي بالمنظر ده، فبدأوا يدوروا على أي آثار لأي فجوة تدل إن في نيزك وقع في المكان ده. والغريب
انهم ما لقوش اي اثر تماما، ما كانش في اي فجوه ولا اي حطام لاي نيزك وقع في المكان ده. بس لما فحصوا التربه والاشجار المتكسره دي لقوا انها بتحتوي على جسيمات صغيره جدا من مواد بتتواجد غالبا في النيازك، ده غير بعض الشظايا الصغيره المتحلله اللي لقوها في الاشجار واللي تعتبر مصدرها برضه من النيازك. من ساعتها الدراسات بدات تتعمل تاني عن الموضوع ده، والموضوع المره دي بدا يبقى علمي اكتر من النظريات المبنيه على الجهل اللي اتقالت زمان. والنظريه اللي توصلوا ليها واللي يعتبر اعتمدوها بشكل رسمي عن سبب الانفجار ده تعتبر نظريه غريبه نسبيا. النظريه بتقول التالي: في صبح سنة 1908 في نيزك دخل الغلاف الجوي بتاع الأرض، وبسبب سرعته المهولة دي واللي اتقدرت بحوالي 34,000 كيلومتر في الساعة واحتكاكه مع الغلاف الجوي اشتعل وحرارته زادت جدا وسخنت الهواء اللي كان حواليه، وقبل ما يصطدم بسطح الأرض بمسافة 8 كيلومتر تقريبا انفجر تماما وتسبب في المنظر المرعب اللي احنا شفناه ده. العلماء بعدها عملوا دراسات كتير عن الموضوع ده وقدروا يقدروا قوة الانفجار اللي حصل ده بحوالي 10 ل 30 ميجا طن من الTNT، حرفيا ايا كان الرقم اللي يمكن يكون هو الصح فعلا، فانا عايز اقول لك ان ده رقم مرعب جدا. تعال موضح لك الموضوع ده اكتر من كده. الميجا طن الواحد بيساوي طاقه انفجار مليون طن من الTNT اللي هي الماده المتفجره، مش اللي موجوده في ماينكرافت دي، لا انا بتكلم على الحقيقيه. وحرفيا لو افترضنا رقم قليل جدا زي 3 ميجا طن مثلا، فدي تعتبر برضه طاقه مهوله جدا وبتساوي 3 مليون طن من الTNT. وعشان تستوعب الكميه دي تقدر تعمل ايه، فانا عايز اقول لك ان حرفيا الكميه دي لو وقعت على منطقه زي طنطا او كفر الشيخ مركز مطوبس مثلا كانوا هيتبادوا من على وش الخريطه تماما، ولا هتسمع حس بقى الطنطاويه ولا بتوع كفر الشيخ. فحرفيا احنا بنتكلم عن كميه مرعبه جدا من المواد المتفجره. بس من الناحيه الثانيه بقى، وبالرغم من ان العلماء اعتمدوا خلاص النظريه دي كسبب للانفجار ده، لسه في ناس ما زالت مقتنعه ان تسلا كان بيجرب مشروعه السري اللي هو شعاع الموت في المنطقه دي، والتجربه بتاعته فشلت وتسببت في الانفجار المرعب ده. وازيدك من الجهل بيت كمان، بعض الناس قالوا ان ده يعتبر غضب من اله الرعد ورمى عليهم كرة نار من السماء، وفي منهم اللي قال ان ده حصل بسبب ان الناس خلوا ارواح الغابة تغضب عليهم. وفي بعض الناس اتجهوا لنظريات علمية غير منطقية نسبيا، زي انهم قالوا ان في ثقب اسود صغير كان بيدحرج المس على الارض واختفى تاني. بس في فئة من الناس بقى بدل ما يقتنعوا بحاجة معينة، هم خدوا الحادثة الحقيقية دي وحطوها مع مواضيع من وحي الخيال، وده هتشوفه في افلام ومسلسلات كتيرة دمجوا انفجار تونجوسكا ده كحدث اساسي في الفيلم او المسلسل ده، اللي اغلبهم يعتبر بيتكلم عن المخلوقات الفضائية وان هم السبب في الانفجار اللي حصل ده. وفي برضه المقال اللي كانت مكتوبة تبع سلطة الRBC اللي قالوا فيها ان المتسبب الحقيقي في الانفجار ده هو الكيان المتسمى بغراب تونجوسكا، وان الانفجار ده يعتبر حصل بسبب القدرة بتاعته واللي هي انه بيقدر يفرز غاز سريع الاشتعال. حرفيا هم عايزينه الفاسية القاتلة بس بطريقة اشيك شويه. وطبعا انا عملت حلقتين زمان عن السلطه الغريبه دي، هتلاقيها موجوده على اليوتيوب. وبس كده، ده كان كل ما يخص موضوع انفجار تونجوسكا بالنظريات الغريبه اللي اتقالت عنه، ودي تعتبر اول حلقه من السلسله الجديده اللي هبدا اتكلم فيها عن المواضيع الغريبه والغامضه والمرعبه اللي مصدرها تعتبر احداث حقيقيه فعلا. وفي النهايه اذا كنت انت اللي بتتفرج لسه اول مره تشوفني، فما تنساش تعمل سبسكرايب على القناه او فولو على بيج الفيس، وما تنساش تقول رايك الجميل في الكومنتات عن الموضوع الجميل اللي انت سمعته ده. واشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه. فلو لسه ما عملتش فولو او سبسكرايب، اتمنى تعمل على ما اقوم اجيب كوبايه الشاي بس واجي لكم تاني. مساء الخير باشا، عملت فولو وسبسكرايب؟ انا مراقبك على فكره.